اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. جاي اكلمكم النهارده عن موضوع السباوزال بنفيتس او dependents benefits، وده خاص بالمعاش. اعتقد الناس كتير ما تعرفش حاجه عنه. النهارده هنشرح الكلام دوت، فخليكم معنا. اهلا بكم مره تانية. في البدايه احب ارحب بكل المشتركين الجداد في القناه. اهلا بكم معنا. تعالوا كده، انا عملت شويه سلايدز كده نتفرج عليها ونسمع الشرح ونرجع نتكلم تاني. بصوا يا جماعة، هحاول اوضح لكم الموضوع دوت. هو بتحس في الاول ان هو معقد شوية، بس ان شاء الله يعني يبقى سهل. حاولوا تركزوا شوية بس في الكلام اللي انا بقوله. فهعمل لكم زي ما اتعودنا سلايدز عشان نفهم الموضوع اكتر. فلنفرض ان احنا عندنا 2 متزوجين، واحد منهم بيشتغل واصبح مستحقا للحصول على المعاش، والطرف التاني ما اشتغلش كفاية، يمكن ما اشتغلش ل10 سنين، ومبقاش مستحق للمعاش. انت عارفين في امريكا لازم 10 سنين ب40 نقطة. فهو ما عملش الكلام ده يعني، او ما اشتغلش خالص في حياته. في الحالة دي يبقى الطرف الاخر بيستحق الحصول على حاجة اسمها spousal benefit او dependent benefits، وهو انك بتاخد، او الطرف التاني يعني بياخد 50% من المعاش الكامل للطرف العامل اللي هو استحق المعاش. على سبيل المثال، لو معاش الزوج او الزوجة، يعني الطرف اللي كان شغال ومستحق معاش بياخد معاش $100، الزوجة في الحالة دي هتحصل على، او الزوج طبعا اللي ما اشتغلش كفاية يعني، هياخد 50%، فهياخد $50 بس. في حاجات تانية برضو طبعا بتتدخل في الموضوع وبتلعب دور. اولهم ان الزوجة لن تحصل على اي معاش الا اذا زوجها او الطرف العامل طلع على المعاش فعلا، يعني اوريدي بقى على المعاش. لو الزوج طلع على المعاش على سن 62 سنة، هيخسر زي ما قلنا في المرات اللي فاتت 30% من معاشه. طيب لو الزوجة طلبت معاش السباوزل ده على سن 62، لو طلبت معاش السباوزل بنفيتس على سن 62 هتخسر 35% من 50% اللي هتاخدها. يعني فلنفرض قلنا $50، هتفقد منهم 35% عشان طلعت بدري. زي ما انتم شايفين كده في الصورة، انا موضح لكم بالارقام. لازم الزواج يكون مر عليه سنة، والزوجة لازم يكون عندها 62 سنة على الأقل. لكن لو عندها أولاد تقدر تطالب بالسباوزال بنفيتس في أي سن. تعالوا نخش كده في حالة تانية. طب لو الاتنين شغالين والاتنين يستحقوا معاش، واحد منهم أقل من الطرف الآخر، في الحالة دي بتتسمى اللي هي duly insured spouses. واحد لازم يكون الواحد اللي بياخد أقل ده بياخد أقل من 50%، والمعادلة هنا ان الطرف اللي بيتقاضى مبلغ اقل من 50% بيتم تعويضه لاستكمال المبلغ عشان ياخد 50% كاملة. بيسموها excess spousal benefits. مثال، لو احد الزوجين بياخد 100، لو الطرف التاني بياخد 50 فما فيش مشكلة، مش هيدوله الاكسس spousal benefits اللي اتكلمنا عليها. لكن لو بياخد 30 بس، في الحالة دي اقل من 50% من معاش الطرف التاني، هيزودوه $20 عشان يبقى $50، يعني 50% من المعاش الكامل للزوج. طيب في حالة تانية عايزين نناقشها، في حالة الطلاق. لازم عشان يحصل ان الزوج او الزوجة تطالب بحقها في المعاش ده، لازم تكون متزوجة لمدة 10 سنوات، والطرف اللي هيعمل كليم، السباوز اللي هيعمل كليم،
لازم ما يكونش اتجوز مرة تانية. لو اتجوز مرة تانية مش هيقدر. لو طالب المعاش معاشه أقل من 50% من الطرف التاني برضه يقدر يطالب. يجب أن تنتظر أحد الطرفين المطالبين لغاية ما الطرف التاني يطلع فعلا على المعاش، وأن يكون مطلق لمدة أكتر من 2 في الحالة دي الطرف ممكن ما يستناش لما يطلع معاش، لكن في الحالة دي لازم يكون عندك 62 سنة وما فوق. بصوا يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده ان كل حاجة محسوبة تماما، يعني مفيش حاجة سايبينها للصدفة. كل حاجة انت بتقصر فيها بتدفع ثمنها، وبتدفع ثمنها غالي. زي ما انتم شايفين ال 62 سنة، زي ما انتم شايفين اللي ما اشتغلش او اللي ما عملش كريدت كفاية، زي ما انتم شايفين الشروط عاملة ايه. فالموضوع مش بالسهولة اللي الناس متخيلها، او ان امريكا بتحدد فلوس. الموضوع ده مش صح. لازم تكون عارف القانون كويس. انا مش بنصح اي حد ان هو ياخد الفيديو دوت ويشتغل عليه. انا بنصح الناس كلها ان هي تقرا اكتر. انا حاولت احط رؤوس المواضيع بالانجلش. هم هنا يعني ما حدش هيقول لك لا او هيقفل السكه في وشك. انت ممكن تروح مكتب السوشيال سيكيورتي وتسال اذا كانت حالتك تنطبق على اي من الحالات اللي انا اتكلمت عليها في الفيديو. خد ورقك، خد الاي دي بتاعتك وروح. هناك هتلاقي ناس كتير هتخدمك وتتكلم معاك. الموضوع مختلف الحقيقه عن بلادنا. طول ما انت بتسال طول ما هي هتجاوب وتقول لك اعمل ايه 1 2 3، لان هم وظيفتهم انهم يساعدوا الناس، مش وظيفتهم انهم يعقدوهم او يرجعوهم بالورق. او اذا كان معاك فلوس تقدر يعني تسال او تستشير محامي، هيكون افضل. ولكن انا في الفيديو حاولت احط ايديكم او افتح عينيكم على مواضيع او بنفيتس ممكن ما كنتش تعرف عنها او ما سمعتش عنها قبل كده، عشان تستفيد. يعني لو انت جاي امريكا كبير السن ومعاشك مش كفايه، فتقدر يعني تقدم على اي من البنفيتس ديت. انا بحاول يعني على قد ما اقدر ان انا ابحث وادور عشان افيد الناس، خصوصا الناس اللي هي جايه جديد او مش عارفه الدنيا او مش عارفه القوانين شكلها ايه، او مش عارفه الاستفاده اللي ممكن تستفيدها ايه. لان فعلا في ناس بتبقى محتاجه حتى لو دولار زياده. زي ما قلت لكم يعني معظم المواضيع اللي انا بتكلم فيها بتاخد جهد وبتاخد بحث، ان انا بقعد اقرا كتير عشان احاول اجيب المعلومه يعني فيها مصداقيه بنسبه كبيره. فأرجو ان انتوا لو وصلتوا الى هذا الحد من الفيديو تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وتسيبوا تعليق اسفل الفيديو عشان تعلوا الريتش بتاع الفيديو، علشان عدد اكبر من الناس يستفيد. يمكن في ناس ما تعرفش اللي انا بتكلم عليه دوت، ويبقى بالنسبة لها مصدر خير. يعني الحقيقة في ناس كتير بتسألني أسئلة كتير جدا جدا يعني عن المعاش وكده، لكن أنا مش قادر أجاوب على كل سؤال. فالحلقة دي جايز تكون جاوبت على أسئلة ناس كتير، يعني مش شرط تكون إجابة مباشرة، ولكن فتحت مواضيع عشان تقدر تسأل وتعرف إذا كنت أنت تستحق هذه الخدمة أو تستحق هذه المبالغ أم لا. ده كان موضوع حلقة النهاردة. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.